تعالوا نستكشف 6 أماكن بديل للسوفت آيس كريم ساندي بديل للمكانية، والأماكن دي مش بالترتيب. حميد، جربنا من عنده صوص التوفي المملح اللي أقرب للكراميل لأنه مفيش كراميل. طعمه حلو وصوص كتير جدا. السوفت لوحده طعمه آيس كريم فانيليا ظريف وبصوص التوفي كويس جدا. سعره حوالي 50 جنيه، وفي تنوع في الصوصات للي حابب، وفي كون بسكوت بحوالي 35 جنيه. تشيكن ووركس مالوش صوصات، طعمه لذيذ، في سنة سكر تحس انك بتاكل الايس كريم بتاع اسكندرية. بسكوت مفيش كوباية، سعره كويس نسبيا 25 جنيه، وممكن ببلاش لو كنت عملت ريت للمكان، بس انا ما كنتش جربت حاجة علشان اعمل ريت واشتريت عادي. الكمية كويسة جدا، مختلف شوية عن الساندي وطعمه حلو. طعمه لذيذ. ستاكت جربنا السوفت بالكراميل ب 42 جنيه، وممكن يتزود اكسترا ب 9 جنيه. حجمه صغير نسبيا عن الباقيين، الكراميل قليل وصناعي شوية، وطعم الايس كريم نفسه الفانيليا ممكن يكون خفيف، يعتبر اقلهم بالنسبة لي. يعني ظريف، مختلف عن برضو كل اللي فاتوا. كانسس عنده بس الصوص شوكليت ولوتس، كنت اتمنى يكون عنده كراميل. اول واحد نجيب من عنده تشوكليت، مش هقدر احدد جودتها، بس حجمه كويس جدا وطعمه كويس، وسعره حوالي 50 جنيه. ريماس لاند، رحنا فرع الحصري كانت المكنه بايظه، فرحنا فرع حدائق الاهرام على طريق الواحات. رغم انه كاتيجوري مختلف، قدر انه ينافس بافضل حجم وسعر ب 25 جنيه وبالكراميل. حجمه حلو جدا، طعم السوفت نفسه يمكن يكون خفيف حاجه بسيطه، بس بالكراميل ظبطه جدا. ولحد دلوقتي قد يكون ريماس لاند اكبر حجم، يعني اكبر حجم بارخص سعر. BRGR اعتقد كان المفاجأة بالنسبة لي، للأسف أغلاهم وقد يكون أجمدهم لحد دلوقتي. ب 75 جنيه كوباية، حجمها حلو، الكراميل كتير ومع بعض هايلين الحقيقة. مشكلته إنه غالي، حتى في البرجر غالي حبتين على سعره، بس الساندي كان كويس جدا، وفي سوفت كون بحوالي 30 جنيه. واخيرا في كذا حد كان رشح لي دارس، بس للاسف رحت فرعهم في زايد وتواصلت مع فروعهم في مدينه نصر والتجمع. السوفت مش شغال خالص الفتره دي، اماكن السوفت كتير ودي مجرد نبذه لاكثرهم انتشارا. قولوا لنا جربتوا ايه من الستة، وبالهنا والشفا.